يا فتية الشام، يا فتية الشام للعلياء ثورتكم، ما يضيع مع العلياء مجهود. جدتم فسألت عن الثورات أنفسكم، علمتم الناس في الثورات مجهود. قالها شيخ في دوما غزا الشيب شعر رأسه ولحيته في أول الأحداث، فكانت كلماته ملهمة للأحرار، وكانت نارا تكوي صدر طاغوت الشام ومن ظلموا. قدمت الثورة السورية يا أخوتي بعد تلك البداية الكثير من الأبطال، تحول بعضهم إلى حكاية تتغنى فيها الألسنة، بينما اختار الآخر أن يجاهد بصمت، وأن يستشهد بصمت، وأن يحتضن حكايته في قبره لتكون شاهدة له يوم القيامة، وتشرق في صفحات أعماله ليجزيه الله عنها خير الجزاء. نسمع للشيخ. يا فتية الشام للعلياء ثورتكم، وما يضيع مع العلياء مجهود. جدتم فسالت على الثورات أنفسكم، علمتم الناس في الثورات مجهود. الله أكبر، الله أكبر، يا يوم النصال، يا يوم الشهداء، يا يوم الشهداء. دخلت بعد ذلك الثورة السورية في نفق مظلم، هجر فيه الشعب السوري من بيته وأرضه ووطنه، فأنشد شيخ في الغربة: إن مت يا دار أو طال الفراق بنا، فصبرا يا دار لا يضعف لنا أمل. إن مت يا دار أو طال الفراق بنا، فالصبر يا دار لا يضعف لنا أمل. لا بد لليل من صبح يمدده، ويسطع النور والظلماء ترتعل، ويرجع الحق فوق الكون عالية راياته البيض، لا كفر ولا دجل. وبينما كان اليأس يطبق على الصدور، جاء نصر الله والفتح، وعادت سوريا وعادت الشام، فأنشد شيخ: حلم على جنبات الشام أم عيد، لا الهم هم ولا التسهيد تسهيد، أتكذب العين والرايات خافقة، أم تكذب الأذن والدنيا أغاريد. فألف مبروك للشعب السوري، حرية سوريا، ونشكر الله عز وجل لأنه من علينا بهذا الفتح العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.